مشاهدينا الكرام، هذا هو معمل إعداد السيارات المفخخة وإعداد يعني العبوات الناسفة كما تشاهدون. هنا يتم تصفيح وتفخيخ السيارات التي يتم استهداف بها القوات الأمنية والحشد الشعبي وبدر لإعاقة تقدمهم باتجاه تحرير المناطق والأهداف المرسومة. الحاج أبو كرار يطلعنا عن مزيد من التفاصيل حول هذا المعمل وكيف تم معالجته. بعد احتلال معمل الأسمدة وتطهيره من الدواعش بعدما ما وجدنا الكثير من الجرحى والقتلى من هؤلاء الشراذمة ومن هؤلاء الجلاوزة، وتم السيطرة على المعمل الأسمدة بالكامل. واطلعنا كما تشاهدون هاي أمامكم هذا المعمل للتفخيخ، وأنه هذا تعتبر ورشة كاملة للتفخيخ وتجهيز السيارات المفخخة وخروجها من هذا المعمل. وكما خلفك وجدنا الصهريج بالكامل، وعلى ما أعتقد أنه يوجد به غاز أو كان معمل تفخيخ آخر في هذا معمل اسمه استخدمه الدواعش خلال هذه الفترة. فمعمل التفخيخ الأساسي اللي موجود في محافظة تكريت ينطلق للمحافظات الأخرى باعتبار أنه آمن خلال هذه الفترة. واليوم الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي الجناح العسكري لمنظمة بدر المقاومة الإسلامية وأخذ على عاتقه لواء العاشر تحرير هذا المكان، وبالخصوص فوج الشهيد تحسين الشطري أخذت على عاتقه اليوم، تم تحريره صباحا هذا وتم السيطرة الكامل عليه. وكما اطلعتوا خلال تجوالكم في هذا المعمل الأسمدة، يعني نلاحظ هناك دقة بالعمل، هناك مولد، هناك مواد أولية، هناك يعني كيف يتم كل هذا الإعداد لهذه العملية وهذا التصميم؟ هناك ورشة كما ذكرت لك وتوجد فيها صفائح لأجل تدريع هذه العجلات من أجل الخروج بها. تعرف أنه معمل وأكو هناك ناس لديهم الخبرة في هذا المجال، لا يمكن أنه أحدا أن يفتح ورشة أو معمل إذا ما لديه الخبرة الكاملة في هذا التفخيخ وفي في الهندسة. ولديهم مواد كثيرة تم إحصائها من قبل الهندسة والسيطرة عليها. وتلاحظ أنه هذا التفخيخ حتى السمك ما يقارب يعني تقريبا أكبر السمك اللي موجود عندنا للسيارات المدرعه. لاحظت انه هذا السمك يختلف عن بقيه التدريع التي موجود لدينا، باعتبار انه هذه السيارات المفخخه او اي اليه مفخخه انه خوفا من تفجيرها من بعيد تكون هذه يحاول يحصنها اكثر حتى تصل الى الهدف المطلوب من قبل هؤلاء الجلاوز. مشاهدينا الكرام، أقوى سلاح يمتلكه داعش في حربه مع قواتنا الأمنية وفصائل المقاومة الإسلامية لا يمكن له أن يعيق تقدم القوات، ولا يمكن له أن يعيق أو يوقف عجلة تقدم تحرير المناطق التي يسيطر عليها إرهابيو داعش. هذا الإعداد وهذه الهندسة وهذه الدقة بالعمل لا يمكن لها أن توقف عزيمة وعقيدة هؤلاء المقاتلين، هؤلاء الأبطال، هؤلاء المجاهدين. مشاهدينا الكرام، نأتي وإياكم إلى ختام هذه التغطية وهذه الجولة في معمل الإسمنت. كنت معكم محدثكم جعفر الجابري، وخلف الكاميرا علي محمود. إلى الملتقى في تغطية ميدانية أخرى.